المغرب وصلت لكأس العالم، ما وصل الاتحاد المغربي لحاله أو السعودية لما قدرت تقارع الأرجنتين، في دولة كاملة بتساعدها. أنا رحت من كم من سنة زرت مقر الاتحاد المغربي على 120 دونم بغابة فيها 3 فنادق فقط لاستخدام المنتخبات ومعسكراتهم، فيهم 8 ملاعب كرة قدم، كل شيء ممكن تفكر فيه حتى بالمغرب. للجيم، المركز الطبي يضاهي حتى بقطر بأسبيطار. هذا بس للمنتخب الأول؟ فقط لمنتخبات المغرب لا غير. بتشوف مركز عالمي كلفهم حوالي 120 مليون يورو ليبنوه، ما بتشوف زيه بأوروبا. فلما وصل المنتخب المغربي في منظومة كاملة وراء، لما تشوف منتخب السعودية ايش قدم في منظومة. فنحن بحاجة فعلا كل شركاء النجاح بدي اسميهم يكونوا ملتفين حول هذا المنتخب. فنحن ارتقينا انه الكابتن حسين عموتة بتتلائم مع طموحنا وتطلعاتنا للمرحلة القادمة، وشفنا نجاح المدرسة المغربية. فالكابتن حسين عموتة جاي بكادر مغربي بالكامل. من الذي بحث عن الآخر؟ يعني التقت انتم غيرتكم، انتم بحثتوا عن حسين ولا حسين بحث عنكم؟ لا، احنا كان في بحث من الاتحاد الاردني لكرة القدم، ونحط كرايتيريا ونعمل البحث، وبعد يعني الكابتن حسين رسل خيار عليه لانه البروفايل تبعه متناسب وبتناسب مع خصوصيات المرحلة القادمة. كيف جاء حسين العمودي هيك فجأة؟ كيف؟ ما اجى فجأة، يعني باخر فترة وبالفترة القصيرة يعني اشتغلنا بكثب انه نحاول وندرس الخيارات المتاحة. بالاخر بدك انت مدرب عنده خبرة مع المنتخبات الوطنية، خبرة الأندية لا تكفي، لانه مدرب النادي عنده سنة كاملة وموسم كامل يشتغل على لعيبته، مدرب المنتخب عنده 40 ل 50 يوم بالسنة، بده يكون حدا عارف كيف يطلع يستغل الخامات ويقدر يحقق الانجاز على الفترة التدريبية القصيرة. طبعا اكيد الثقافة بتختلف، يعني في مدربين دوليين متاحين وخبرتهم يعني اخذوا اكثر من منتخب على كأس العالم، لكن في خصوصيه. اردن حسين عموتة يعني ربما اصبح اسطوره عند الشعب الاردني، حول مسار هذا المنتخب في يعني الكره واحدث نهضه في كره القدم الاردنيه. ما رايك؟ كيف تقيم مسيره هذا المدرب مع منتخب النشامه، وهل فعلا الفضل الاكبر لهذا التميز يعود له؟ نعم بكل تأكيد، وفي الحقيقة هو نعم مغربي الجنسية، ولكنه الآن أصبح واحد منا، ونعتبره حتى أصبح جزء من المجتمع الأردني، من التكوين الأردني بصريح العبارة. هو صانع للسعادة. حسين عموتة في 9 شهور خلق هواجس مشاعر، أدخلنا في منعرج لم نكن نتخيل أن تصل به كرة القدم الأردنية. تخيل كريستين أصبح عندما يلعب المنتخب الوطني الأردني تقريبا تتوقف الحياة هنا في شوارع العاصمة الحبيبة عمان وفي مختلف أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية، لأن المنتخب لم يعد كما كان في السابق يدخلك في نوبات من الحزن والنتائج السلبية والمشاعر العصيبة. الآن عندما يلعب المنتخب سيثلج صدرك، المنتخب سيقدم نتائج إيجابية، المنتخب سيقدم أداء عالي. هذا الشيء بصريح العبارة أنا عاصرت كرة القدم الأردنية منذ أواخر التسعينات وحتى اللحظة. أعتقد بأننا نعيش في ثاني أفضل لربما حقبة عاشتها كرة القدم الأردنية ما بعد فترة الراحل الجنرال محمود الجوهري رحمه الله. الآن نعيش فترة لربما أفضل، لأن الحسين عموتة مدرب نتائج، الحسين عموتة مدرب صارم، الحسين عموتة مدرب محترف يتدخل في كل صغيرة وكبيرة. لا يريد لاعبون يأتوا إلى المنتخب الوطني الأردني من أجل المشاركة فقط، يريد رجال محاربين في أرضية الميدان، يريد أن يمثلوا المنتخب الوطني بأفضل طريقة ممكنة، يريد أن يجعل الشعب الأردني فخور به. هذا ما نشاهد في أرضية الميدان، تصريحات الحسين عموتة والذي فعليا أصبح قريب من قلبه ومن قلب كل الجماهير الأردنية بمختلف أطيافها، بالرغم من كثرة الانتقادات وبالرغم من الفترة السلبية التي مر بها الحسين عموتة وطاقمه الجهاز التدريبي ما قبل كأس آسيا. 6 مباريات لم نعرف فيها طعم الانتصار، ولكن عندما جاءت كأس آسيا وبدأنا نجد الثمار مسارعة وبشكل متسارع ونشاهد النتائج الإيجابية، الحسين عموتة الحمد لله الذي جمعنا به وجمعه بنا.